أطيب كرشات وفوارغ راح تدوقوهم. شوفوا المنظر، الصورة بتحكي لحالها. خلينا نشوف كيف بننظف المقادم والكرشات والفوارغ. هلا هون احنا بنكون طالبين الاجرين منظفين من عند اللحام، بس بضل في شوية شغل. هون بنشق الاجر من بهاي الطريقة. في بجوا بنلاقي كيس الشعر، بنقيمه بالسكين او بالمقص. بنشعوط الاجرين على النار بهاي الطريقة كتير منيح، وننتبه انه ما ضل ولا اي وبر. هاي المنظر بعد ما تشعوطوا كل الاجرين. بنجيب بعديها ليفة وبنليف كل إجر كتير منيح من جميع الجهات مع شوية مي باردة، وبعدين بنغسلهم بالمي وبنحطهم على جنب بالثلاجة. طبعا أكيد الليفة اللي بنستخدمها ليفة جديدة مش مستعملة من قبل. نيجي هلأ للكرشات. الكرشات كمان بتجيبهم منظفين من عند اللحام والفوارغ. طبعا إذا ما كانوا نضاف، الطريقة بنتبع هاي الخطوة. بتجيبوا مي فاترة عليها سكر وبنغط فيها الكرشة، بعدين بنحطها على المفرمة وبنصير نحت فيها زي ما هلأ راح تشوفوا. بنحتها من جوا، بعدين بنقلبها من برا وبنحتها كمان مرة. بعدين بنغسلهم بالمي من الحنفية، بنرش عليهم رشة ملح الليمون وبنفركهم منيح. بنرجع بنغسلهم كمان مرة. هلأ هنا راح نجيب مكونات النقعة: طحينية، طحين، زيت زيتون، ليمون، خل، ملح الليمون. كل هاي المكونات بنضيفها على الكرشات وبنفركهم كتير منيح. بنتركهم بالثلاجة لمدة ساعة. نيجي هلأ للفوارغ. الفوارغ مثل ما انتم شايفين جبتهم من اللحام، كمان نضاف كتير. بنفرك الفوارغ بالملح، بندعكهم منيح، بعدها بنغسلهم بالمية. بعدين نرجع للخلطة اللي نقعنا فيها الكرشات، نفس المكونات زي ما انتم شايفين بالصورة. بنتركهم ساعة بالثلاجة. بعد ساعة بنغسل الكرشات والفوارغ، بنصفيهم بالمي منيح. بنرجع بنرش عليهم رشة طحين مع الطحينية. الطحينية كتير بتروح الريحة وبتعطي ريحة هيك حلوة ونظافة. هون بنتركهم لتاني يوم الصبح لحتى نبلش نشتغل فيهم. طبعا بنفركهم منيح. هون تاني يوم غسلناهم وصفيناهم من المي عشان نبلش نشتغل فيهم ونحشيهم. بنيجي هلأ لمرحلة التقطيع. بنحاول نستفيد من حجم الكرشات بطريقة مناسبة لحتى نحصل على حجم مناسب. طبعا الكرشات بتعرفوا لما ينطبخوا بقل حجم الكرشة تقريبا للنص، عشان هيك رح نعمل حساب إنه الحجم اللي رح تقطعوه من الكرشات فعليا رح يقل للنص. بتلاحظوا هنا، شوفوا حجم قطعة الكرشات لما قطعتها تقريبا بحجم عرض الكف. هذا حجم كتير عن جد مناسب ورح فعلا تحبوه. هنا كمان بنفس الطريقة حبيت أفرجيكم إياها، كلهم نفس الحجم تقريبا. نيجي هلأ لحشوة الكرشات والفوارغ. راح نحتاج رز مسلوق، حمص مسلوق، حمص حب مسلوق، ولحمة بصير ناخد لحمة عجل أو لحمة خروف، ملح وزيت زيتون، بصل مفروم ناعم، وبهارات، مجموعة من البهارات رح تشوفوها بصندوق الوصف تحت. بنحط البهارات فوق البصل مع شوية ملح وبنفركهم كتير منيح مع البصل. بالنسبة للحمة مثل ما انتم بتحبوا، سواء عجل لحال أو خروف لحال أو تخلطوا مع بعض، وبصير تحطوا كمان ليه كتير بيعطي طعم زاكي. بنخلط هنا المكونات كلها منيح، نخلطها مع بعض. عن جد بتمنى تجربوا هاي الخلطة لخلطة الكرشات والفوارغ، ما رح تتخيلوا قديش الطعم خرافي وغير عن أي طعم تاني. عن جد جربوها. وبنيجي هلأ للكرشات.
بدنا نحشيهم ونخيطهم. ننتبه إنه الحشوة ما تتجاوز تلت حجم الكرشات، لأنه مثل ما بتعرفوا الكرشات راح يقل حجمها للنص، والرز اللي جوا الكرشات أصلا كمان راح ينفش، فما في مجال نعبيها أكتر من هيك. بعدين بنخيطها. هاي حجم الكرشات بعد ما انحشت، يا دوب شفتوا كيف لتلت حجمها تقريبا. بنيجي هلأ للفوارغ، يكون طولها بهذا الشكل تقريبا. بنحشيها من الجهتين. هلا أول إشي بنبلش، يا إذا كان فتحة الفوارغ ضيقة بنحشيها بمحفرة الكوسة، وإذا كانت فتحتها واسعة لا بنحشيها بمعلقة صغيرة بكل سهولة. وكل ما نحشي شوي بنصير نمد بالرز لننزله ونوزعه بالفوارغ من الجهتين. بهاي الطريقة. وبنيجي هون من الجهة الثانية نفس الاشي بنعمل، وبنوزع الرز كمان مرة. بهذا الشكل. هذا الشكل النهائي إلها، ما بتكون كتير مليانة رز أبدا. بنيجي هلأ لسلق الفوارغ والكرشات. أول إشي بنحط عليهم مي باردة، بنستناهم لحتى يغلوا، وبنكب عنهم المية، وبنرجع بنضيف عليهم مي مغلية تانية مع المطيبات. هون الإجرين مثل ما انتو شايفين كسرناهم بالقطاعة لحتى تطلع كل الدسامة في مية السلق. أول إشي بنجيب مي باردة، بنستناها لحتى تغلى، بعدين بنكب المي وبنرجع بنضيف مي مغلية. هنا بعد الاستواء بنشويهم بالفرن ياخدوا تحميرة هيك حلوة بزيت الزيتون. ما رح أخبركم قديش الطعم روعة، والمنظر بجنن، والصورة بتحكي لحالها. وإنتو شو بتحكوا؟ خبروني شو رأيكم بهالمنظر. يا سلام على الفتة بالسمنة البلدية مع صنوبر. بصراحة الأكلة جد فخمة، لازم تجربوها. وألف صحة وعافية.